اوكي، اللي تبع فيا من بلاد اخرى وما يعرفنيش انا وين نسكن بالضبط، انا نسكن في تونس، تحديدا في منوبة، وتحديدا في دندين، وتحديدا في دارنا. وللاسف انا مازلت تلميذ. علاش قلت لكم للاسف؟ هاو باش تعرفوا علاش. اذا كان تمشي تلوج على مرتبة تونس في النظام التعليمي باش تلقى جوجل يسب في يقشطل، يهز فيها ويلطق. اعطاها 14 كف. خلال السنوات العشر الماضية سجلت تونس تراجعا في مؤشر جودة التعليم، كما انقطع اكثر من مليون تلميذ، زيدوها مليون وواحد، زيدوهم واحد اللي هو انا، خاطر ظهري باش ننقطع عن التعليم لاسباب اجتماعيه واقتصاديه. وعام 2022 احتلت تونس المرتبه 84، المرتبه ال 84. قديش فما من دوله هي في العالم؟ 163 دولة في العالم، احنا فما منهم 83 دولة خير منا يا معلم. ولهنا تلقى ترتيب الدول حسب النظام التعليمي. خلينا نشوفوا ال 84 دولة هذوكم، 83 دولة شكونهم. مي بيان سور تحتل المرتبة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، والمرتبة الثانية المملكة المتحدة، ألمانيا، كندا، فرنسا، سويسرا، اليابان، السويد، أستراليا، هولندا، الدنمارك، النرويج، إيطاليا، نيوزيلندا، فنلندا، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، إيرلندا، لوكس العالم، سنغافورة، الصين، البرتغال، وروسيا، إسرائيل. هون يوفى الكلام. نشوفوا تونس وين قالك مرتبة 84. هذه لحظة، هذه في عام 2021. يعني تونس في عام بركة طاحت من المرتبة 75 للمرتبة 84. 9 دول فاتونا في عام، والدول اللي قبلنا هي بنما، باراغواي. وين جاو الدول هذوما؟ بالله اليوم جست حاب نعمل فيديو، نعمل طلع على راي العباد في النظام التعليمي التونسي. هكا رقم مليح، احنا رانا في 136. شكون الدولة اللي في المرتبة 136؟ يا اخي هاو جابوا واحد تونسي قال له تونس دولة بدون ثروات، ثروتها الوحيدة هي شعبها المثقف فقط لا غير، فهو من يخلق الثروات. لا عندنا لا غاز ولا بترول، لذلك التعليم مهم جدا. هو كي تشوف بالرسمي بون هي فيها ثروات، اما تبارك الله معناها كلهم مصو اي دونك قعدوا لنا كانك الناس اللي يقراوا. معناها عندكم سياحة مش برشا، خاصة الكورونا في العوام الاخرى معناها دقت السياحة بصفة عامة. اقتصاد تونس متنوع جدا، مناطق صناعية وفلاحية، صيد بحري، سياحة، تكنولوجيا متقدمة وغيرها. وكل هذا لن يحدث لولا وجود كفاءات أثمرها النظام التعليمي في تونس. والله صحيح هذاك علاش احنا تو مازلنا دولة فقيرة، على خاطر جميع اللي يحكي عليهم السيد هذا ديجا هما زيتهم تمصوا مع الثروات اللي هي حاجة اسمها هجرة الأدمغة. معناها العباد القراية في تونس اللي نورمالمون احنا نستحقوا لهم ما همش عايشين في تونس وما يهمهمش في تونس. معناها وين التكنولوجيا والصناعة عندكم غير نكذبوا على بعض؟ حلب علي بالرسمي وين التكنولوجيا والصناعة عندنا صديقي؟ مع يا طلعوا مازالوا يحكيوا ذو. انا مقبل قاعد نقرا برو زمرو. كان 25 على 100 قبل 2011. يا حصر اليبوك 2011 يا حصر كنا في المرتبة 25، كان التعليم لاباس عليه. تحكي على قبل راك معلم. هاشتاج بدل السيستم. اوكي تهنى باش يبدلوها على خاطرك. هو هبط لي الفيديو على تيك توك نحكي على فاستك اللي باش يردوا القرايه في تونس حتى شي المساعتين او الثانيه بعد الظهر. وهما حسب ما فهمت انه الاقتراح هذايا صار عام 1985 وتوا قاعدين يخموا فيه عام 2024. قدرة ربي يطبقوها عام 3000. فنمشيو بعديك زاد نشوفوا شنو راي العباد في الحكايه دي. بطلت القراية من 9 أساسي، شديت صنعة ميكانيسيان بتاع موتورات خير. والله قاعد يشجع فيا باش نبطل القراية. كل واحد ربي شاطر اي بالرسمي، كل واحد ربي شنو يكتب له. كيما انت معناها خرجت من القراية ومشيت عملت صنعة ميكانيسيان معناها نورمالمون حسب ما قال هو جو باهي تو خير. كان ينجم واحد اخر يبطل القراية يمشي يعمل ميكانيسيان ويغلط في النهار الثاني ويطردوا عرفوا وترسلوا من ضربته الحيوط. هذا ما يعنيش لي انت ما يلزمكش تجرب. معناها اذا كان باش تقعد قاعد باش تعمل في شيء عاد حتى هكاك تنجم نهار من النهارات تمشي تقرا تعمل غلطة يطردوك من القراية. نفس الموضوع دونك ما تعملش برشا على الزهر، حاول انك تفك بلاصتك بيدي. فاش تحكي امان راهم في روضة يعديوهم امتحانات ويعديوهم دفتر اعداد وشهايد زادة. اكثر من هذا يقراو بالكرارس ويخدموا عمل منزلي في الدار زادة، واللي هي حاجة انا ما تصيرش نعرف على خاطر ديجا نعرف دولة اول امتحان يعديوه بعد التسعة اساسي اللي هي وقت اللي تدخل السنة اولى ثانوي، وقتها يعديو اول دفوار. الاعوام الباقية الكل يعديهم، الكل يتعلموا اكهو ما يعديو حتى امتحان.
اي شنو هو الحل؟ والله هو فما حل واحد، وزير التعليم يتحلحس معناها، يحلحس ترمته ويمشي يلقى هو الحل معناها. اخويا فاسكي يا اخويا مثال، شوف انا هي الدوله في المرتبه الاولى في النظام التعليمي هي الولايات المتحده الامريكيه، اعمل كيفها بالضبط، ما تجتهدش، ما نحبوش اجتهاد من عندك، اعمل كيفها بالضبط. شوفهم كيفاش يقراو، اجا طبق في تونس فوسكا ما يصيرش فاسكي. الناس كل تحب تولي لابس عليها نهار اخر، هما بيدهم ماشي في بالهم بالخدمه الشهريه باش يعملوا الفلوس، وهما بيدهم باش يوصلوا يشريوا حاجات كان بالقرض. اي بالرسمي ديجا الحكايه ذي مره قالها لي بروف مات، حتى مش ما تقولوش بروف مات، قرا 6 سنين بعد الباك وتوا قاعد يخدم في التعليم. فمه وحده جا قال لي راهو القرايه ما تخليكش تعيش غني اللي هيك العيشه اللي تشوفوا فيها في الريلز تاع الانستغرام سيادتكم، معناها كراهب وبوغاتي وبيسينات ووتله وعشاوات، اما تخليك تعيش مرتاح، عيشه بسيطه خاصه في تونس. معناها العيشه الاخرى نتاع البوغاتي والعشاوات والبيسينات والكراهب والدريفت هذيك يلزمها نوع اخر من الخدمه ويلزمك تاخذ فيها برشا ريسك زاد. عملتوا منها دراما الحكاية، سياسة النواح والبكاء، عباد تحبش تقرا وتقول نظام تعليمي خايب، اسهل حاجة دورها ضحية في كل حاجة. نشوفوا الناس اللي يجاوبوه من غير ما نقعد اوكي صدموا عليه 3 اخوان، نشوفوا كل واحد شنو يحكي له. هاو ولد عمي جايب 16 في الباك سيونس ويكره تونس والتعليم التونسي، اوكي شهيدو مطيشة في قجر ما عمل بيهم شيء ويستنى في اول حاجة. اوكي لهنا مشى جاوبوا بطل بشهيدو احسن بلا حتى شيء، والله الدنيا سعي ما لازمكش تبرك، احرك وشوف وقدرة ربي تلقى، حتى ربي يبارك لك في العزم متاعك. انت الفوق حكيت حاجة واللوط حكيت حكاية اخرى، وخاصة كلمة بطال بشهيدو احسن بلا حد شيء. يعني انا نضيع قد تقعد تقرا، قد يقعد يقرا العبد اون جينيرال، قولوا 18 سنة باك بلس 6 معناها حاجة انواع الشهايد الكل خذيتها، باك دكتور يدي نقولوا خذيت دكتوراه ومن بعديك ما لقيتش خدمة، بطال بشهيدو. هل الشهادة ذيك هي اللي باش توكلني؟ هل باش نشد الشهادة ذيك نفتفتها مع شوية حليب انا ولا كذا ولا ما فهمتش معناها اش نعمل بها؟ علاش ضيعت عليها 18 سنة وفي الاخر مانيش نعمل بها شيء؟ قال شنيا ليه بطالوا بشهادي؟ يعني كلمة بطالوا بشهادي ما تستحقش 18 سنة راهو تخسرها من عمرك. وقت لي 18 سنة هذيك كان مشيت خدمت، كان مشيت حليت فيها كشك وقعدت كل نهار تخبي 10,000 من الروسيات بتاع الكشك هذاك ركبيني على الثالث. هاشتاج قيس سعيد، اي ليش شافوا الهاشتاج وهو تو مشى يكلم في وزير التربيه قاعد يعطي فيه على راسه وقال له كيفاش تعمل هكا معناها. كما قلت لكم ثم قرار انه القرايه في تونس باش تولي حد المساطين اللي هي الثانيه بعد الظهر، وانا باش نشوفوا راي العباد في الحكايه هذه، مش باش تصير خاطرنا في تونس. انا ما قلت شيء، اول كومنتير رد لي الحقيقه. المستقبل القريب ولا البعيد؟ المستقبل القريب ليه، المستقبل البعيد ليه، المستقبل المستحيل نعم. ها وجهي ان شاء الله تصير، اما ها وجهي كان صارت. واحنا نقراو 8 نكملوا 5. احمد ربي تكمل 5، انا اللي يصير نقرا فيه في منوبة نكملوا 6 بعد 6 سنين. بعد ما كملوا احنا القرايه باش حسيروا النظام هذا باش يقراو فيه احفادنا واحفاد احفادنا ان شاء الله. المدرسة اللي في مدنين اسمها عددية فرحات حشاد، وانا نقرا فيها بالحق التوقيت مزيان على الاخر. ديجا قلتها انا في الريل نتاعي باش تلقاوها على الانستغرام بالطبيعة، وهبطها زدا على تيك توك. قلت اللي فما مدرسة اعدادية في مدنين بدات تطبق في النظام هذا. قال حكيم ذات يوم ترى السنين ترجم ما نرقد كما بالرسمي كما ترجمهاش هذه مانيش راقد الليلة معناها. أتمنى لك يوما عظيما وسنة جديدة سعيدة، أحبك، ابتسم لأنه لا يوجد شيء يستحق أموالك. أنا في بالي شي يسبني. الحمد لله فما عباد كي يسبورتيوك حتى ولو بالهندي معناها جيورجيان. لا علينا ما عرفتيش اللغة ما يعيشك على الكلام الحلو. في من الاخر الشعب الكل فاد من التعليم التونسي ومش عاجبه الوضع، وانا قررت من اليوم اني ما عادش حاط ساقية في حتى دينوم ليسي وكاو جست فيديو حبيت نقراو فيه راي العباد بالتعليم والنظام التونسي. وانا متأكد 100% انه الاحصائية اللي قالوا فيها ان تونس تحتل المرتبة 84 في التعليم انا متأكد هي غلطة. انا متأكد ان تونس هي الاخر، واذا كان ماكش مصدقني وانت من دولة اخرى اجا اقرا في تونس او بالاحرى اجا تمرمت في تونس اتو تفهم علاش قاعد نحكي هكا. ونتصور كل شيء قدامك ما جبتش حتى شيء من راسي، قريت راي العباد. هون يكونوا فيه الفيديو متاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساش تعمل لايك اذا كان عجبك الفيديو، اشتراك في القناه اذا كنت تحب تشوف فيديوهات كيما هكا اكثر، وما تنساش زاده تمشي تعمل طلع على انستغرام والتيك توك اللي باش تلقاهم في البايو. وباي باي. درب التبل ملا نهار مزبل، كلام مش حرب الشعب كله حربش.
اسكر ستل ما تخدمش